قالوا على راجل خدام حزام ما عنده في الحي إلا الحي، يخدم يصور قوته، وفات الخدمة يطلع للجبل يقعد يعبد في ربي. انهار الحال صيف، حمات عليه القايلة وسخن وعرق، قال نهبط للواد نعمل عومة ونتفرهد. اهبط للواد عام وتبحبح، هو يتوضا ويشوف في هالكرموسة جاية على رشم الماء، بدا يجبد في الماء بيديه حتى وصلت له، يلقاها زيدي لاوية معسلة، قشرها وكلاها هبطت له كيف الثلج في جواجيه. لكن بعد ما كلاها رجع له شاهد العقل، قال أنا ناكل في هالكرموسة هذه يا أخي، خليها لي بابا ولا جدي، أنا راجل خايف ربي وما ناكل إلا من كيد يميني ومن عرق جبيني، ايش محلل لي من ربي ناكل في رزق الناس؟ هذا مش حرام؟ قال نمشي نفركس مولاها ونطلب منه سماح ولا نخلصه في حقها. ومن حين ترماه في الماء وشق الواد طلع من غادي في الجهة الأخرى، بدا ماشي مع شافة الواد حتى لقى ثانية، وكرمة جات في الطابية قد مظلة على الواد، والبعض من أغصانها ما ثماش شبر بينهم وبين الماء. والدة الكرموس متاعها كيف الشكاوي كما يقولوا، ملي الواو جند كيف هاك الكعبة اللي كان ياكل فيها. جاء الباب الثانية وبدا يدق، خرج له مولا الثانية، لا باس يا ولدي. قال سامحني يا بابا، راني تو كنت في الواد وكليت كرموسة إلى آخره وما فطنت إلا بعد ما كليتها، وهذا حرام على خاطر لا خذيت من عندك لذن لا أعطيتك حقها. قال الراجل بينه وبين نفسه عجب، هو مازال هالخير في الدنيا. اجا يا ولدي اجا، ها هيك الكرمة قدامك، زيد اعمل منها شبعة ومن بعدين نتحاسبوا. انا ما نبيعش بالكعبة، راهو نبيع بالشبعة. الاخر ما كانش من العاكسين، اطلع هاك الكرمة تمكن بيها، هذه طايبة، هذه اطيب منها، هذه خير من خير، هذه مكتبة، هذه ما اعرف شنو. الإذاعة بعد ما التونسية. ضربها قد الذاكرة اهبط. قال له يا الحية. بابا قداش؟ قال له اقعد الساعة ارتاح. تسمك ربي انت؟ قال له طيب. قال له انت اسمك على جسمك، اسمك الطيب وما تكون الا طيب الاخلاق والافعال. اش تخدم يا ولدي؟ قال له خدام حزام. تخدمش عندي؟ قال الله يبارك. قعد يخدم فيك السنة هذيك، خدمة مرتوبة وبالقلب، هاك الثانية ولات روضة. والراجل نهار الكل يهز فيه ويحط ويتبع في سيرته، القاه كامل الصفات: الخدمة والصلاة والعبادة والحشمة والراس الواطي. انهار قدم عليه قال له يا سي طيب، راك عجبتني من جميع الوجوه ولقيتك نفس مومنة ويرحم من ولده من ربه، ماذا بيا الناس بك نعطيك بنتي. قال له يا سيدي اللي عملت مبروك، أية تكتب بصداق عرس بالبنية، طلعت بنت حلال حتى هي عقل وثقل ودين وعمل، وما يتزاوجوا إلا ما يتشابهوا. أي طلع عليها شهر صحيح، حبلت ولدت جابت وليد، سموه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عاش تقريبا 3 أشهر وصاحب الأمانة هز مانته. المرأة تحب وليدها محبة مفرطة، هو طلعت روحه وهي حطت يديها في خديها وجات مستسلتهم وتقولوه، شدها من يدها وقال لها ارجع لمولاك وصلي على النبي، تعارك في ربي، تعمل المنكر على ولدك ملايكة، أعطاهن ربي من غير ما شاورنا، هزوا من غير ما شاورنا، وهذه قدرته
اللي ما أقوى منها حتى قدرة. سكتت المسكينة، لكن قليبها ولا حن على كبيدتها. آما سمعت كلام رجلها وصبرت. ربي اسمه الخلاق زادت حبلت جابت وليد آخر سموه صالح، لكن كيف الأول ما عاش لهاش. زادت عفست على قلبها ولا ندبت لا صاحت لا بكات. انزاد الوليد الثالث سماته علي، لكن مسكينة كأنها ما عندهاش سعد في الأولاد. نهار اللي نوات مش تفطموا اخذا بنطاطا نهيرين والثالث هو على يديه. ياسر عليها مسكينة، ثلاثة يتخطفوا ما بين يديها، تشوات وغلبتها الدمعة وسكبت على خدها. قعد يرجع فيها اليقين. يا بنتي بكاك راهو ما في حتى فايدة، لو كان نعرف البكاء يقيم الموتى تو نبكي معاك. هو يواسي فيها هكايا والمرأة مسكينة ولا تبكي الإذاعة وتشهق التونسية بالسيف عليها مش بالجرس. الذاكرة الحية. أي تعداتها كالفوعة هذيك، والمرأة باقي مهمومة ويدها على خدها. النهار قال لها أي نخرجوا